ازيك يا بابا؟ دي بقى حاجة جميلة. الأسرة بقى قالت لي يا بابا عايزين نفطر في البرسيم، فرحت حاططهم ده ايه كده يفطروا في البرسيم. ايه يا براء، ايه رأيك في القعدة؟ حلو. تمام. يا رؤية، هنا ولا القاهرة؟ لا هنا طبعا. والله. اه والله. ازيك يا ام رؤية؟ سلامك يا باشمهندس. ايه رأيك؟ ايه رأيك في القعدة دي؟ تحفه. والله. حد يقعد في وسط البرسيم والخضره والاكسجين النظيف كده ويفطر ويقول اللي عليه وحشه، تحفه فرحانة يعني؟ جدا. مش ندمانة انك جيتي الفرافرة؟ لا الحمد لله. اصل انت قاهرية متربية في القاهرة. لا يا عم مش ندمانه، تعالوا يا جماعه كلوا معانا. طب عامل لكم صينيه بطاطس. طب بص لي كده لا لا ما ببصش. ببص ساعه الاكل محدش بيبص ده البرسيم بتاعي يا جماعه. كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيبين يا رأي. كل سنه وانتم طيبين يا اولاد. كل سنه وانتم طيبين يا جمهورنا ويا اهلنا ويا ناسنا يا اخواتنا يا كل اللي بيشوفنا. ده البرسيم بتاعي. ها يا متابعينا، كل سنه وانتم طيبين. السلام عليكم اعزائي المشاهدين، كل سنه وانتم طيبين. معكم محمد المحلاوي صاحب شركه ام جي الاستثمار الزراعي بالفرافره. النهارده دول الثلاث فدادين شعير اللي حكيت لكم قصتهم الفيديو اللي فات. الفيديو اللي فات كان من 20 يوم، كانت البتاعه كانت 10 سم وكانت الناس سنبلت خلاص. الارض اهي. دول الثلاث فدادين دول حكيت لكم قصتهم المره اللي فاتت. في حد عمال يتكلم عن النت، ارض المحلاوي وحشه، ارض المحلاوي وحشه، صخر، ارض كاني ماني، الكلام ده اهو. فكان واخد 3 فدان، قلت لكم برضه في الفيديو. فجه قال لي يا عم محمد معلش خسرني حاجه وخده. فانا ما رضيتش ابيعهم، قلت اعملهم تجربه ليكم عشان الناس اللي بيضحك عليها. الناس اللي بيضحك عليها عملتهم تجربه اهو. طبعا هم سنبيل اهو. طبعا هتلاقي حد بيضحك في التعليقات دلوقتي يقول لي يا محمد هو ده هيتاخد منه حاجه؟ مش مهم يا عم، حريته فيه. يعني اي حاجه، اي حاجه. المهم ان الصحراء زرعت، المهم ان الارض تامه كلها خلاص. دي طبعا رؤية بنتي، ده براء، ديت ام رقية هناك اهي. ال 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 انا بقول ايه؟ بقول يا فلان دي الشعير ده اول زرعه، ده اول زرعه خلاص. تاني زرعه الجدع انت بقى الشطر. اللي حافظين ان الثلاثه مزروعين كلهم غمر، ده دليل على قوه الميه. انا عندي ميه زياده. طيب يا محمد، هو العرض اللي شغال هو اللي شغال في رمضان، هو اللي شغال بعد العيد، اللي هو ابو 69، اللي هو الفدان ب 69 بير وطاقه وديزل وتصليح وطرق ومواسير. والطاقه المره دي متحركه ووشين خلاص. متحركه ووشين يبقى طاقه وديزل، عشان هنا الميه قليله في فرافر، الناس بتزرع نص ارضها وبتسيب نص ارضها. انا المفروض العيوب ما اقولهاش، هم بيقولوا انت خايب. المفروض تصور الحاجه الحلوه، ما تصورش الوحش وما تصورش لا، انا بقول كل حاجه. انا بقول هو المفروض التجاره الصح تقول عيب السلعه ومميزاتها، ما تقولش المميزات. طيب انت عندك العيوب ايه يا محمد؟ عندي العيوب ان ارض ناشفه بتعذبك شويه في التصليح. طب وده ايه غلط؟ لا ما فيهاش، مش غلط. طيب بس ده ايه بيبقى احسن من الملوحه. تمام. الملوحه ده مقرفه، مقرفه، والملوحه بتزرع واللي فيها ناشفه زي كده بتزرع، وهي زرع الشعيره بتحتمل بنسبه 100%. طبعا انا ما بعرفش ازرع زي ما قلت لكم، انا اللي زارع دول. انا هبيعهم ان شاء الله باذن الله مزروعين، هبيعهم مزروعين، واحتمال ما ابيعهمش اديهم لبراء اشجعه، اقول له خد ال3 فدان دول احصدهم انت وخد حصادهم، او احصدهم لك وخد حصادهم وازرعهم له برسيم في 10، وانت خد انتاجهم بس تبقى تباشره. يجيب عجلته ويجي يبص عليه على العامل وهو بيحش، او يقول له ابدر او يعمل ويشوف شغله. اللي انا عايز اقوله من الفيديو ده، في ناس كتير بتعمل نفسها يعني امين وناصح وبحب الناس وانا مهندس وهشوف لك وهعمل لك، وهو سمسار، وهو عايز ياخد الناس لمنطقه ميتها وحشه بعيده. انت جاي الفرافره ماشي 500 600 كيلو، سايب اهلك وسايب الدنيا عشان بق الميه. انت جاي هنا عشان بق الميه. هي الارض بتزرع ايه؟ ناشفه، بيضه وطوب، طوب اهو. ما انا مصور الطوب، هو انا خفيته؟ في كل فيديو بصور الطوب قبل الحاجه اهو، الطوب اهو، لكن بصور الزرع اهو. تمام. طيب يقول لك الارض وحشه وكان ومن عشان ياخدك في ارض بعيد. هو صعبان عليه ان المحلاوي بيبيع،
هو المحلاوي بيبيع ده هو شاطر؟ لا. لا يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن الا بعلم من الله وباذن منه، ولن تموت نفس الا اذا وفيت اجلها ورزقها. كل واحد مكتوب له هو بطن امه عنده 40 يوم هيكسب كام وهيعيش قد ايه، بس بيشتغل محلاوي. انا كنت في ايام الساعه 6 النهارده، احنا في رمضان، انا في الارض دلوقتي باقي على الاذان 5 دقائق. قلت طب انا اجي اصور لكم الفيديو ده واجيب عيالي وافطر في الارض، ها تبقى فسحه كده وعيالي تلعب حواليا في الارض. يبقى انا بقول لك ايه، خلي بالك من السماسرة. هو بيخش لك ناصح، هو بيخش وبيعمل فيديوهات ما بيقولش محمد المحلاوي، بيقول الارض اللي جنب الفرافره. خلي بالك من السماسرة. اهو الارض اهي، ادي الارض اهي، بسم الله ما شاء الله. انا عارف التعليقات هتقول ده قصير، ده ما يجيبش حاجه. ان شاء الله ما جاب، اخرته فيها. مش ده الموضوع، الهدف ان اللي يطلع عود اخضر يطلع مليون عود اخضر. الهدف ايه؟ ده مزروع متاخر. يعني ما ان شاء الله ما جاب. انا ايه الوضع؟ بقول لك ان في امل. ال 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 يبقى هنقول العرض تاني. الفدان ب 69، طاقه وديزل، بعمل الاثنين طاقه وديزل. وايه بقى المفاجاه؟ ان اللي هيجي بعد العيد هيتعاقد ياخد يروي فورا، لان انا دلوقتي كله الطاقه ركبت، كل اللي عندي شغال. مش تمضي وتستلم بعد شهرين، بعد 6 اشهر، بعد 8 اشهر، بعد سنه. وفي واحد يقول لك بعد 6 اشهر ويسلمك بعد سنتين. لا، تيجي تتعاقد تستلم تزرع. ازيك يا عمر، عامل ايه؟ امسك كده وصورني من وشي عشان اوري. دخلت الشعير عشان اوريكم يعني ايه داخل للركبه. اول سنه للركبه، تاني سنه لهنا، والدنيا هتمشي. يعني اهو تمام اهو. ده مزروع في واحد يا عمر. حصل في واحد. الشعير متزرع متاخر يعني. احنا طب زرعه ليه يا محمد؟ عشان تاخد محصول؟ ابدا، بلين التربه للبرسيم، بحيث ان في حتت هتبقى قرعه يعني من الليزر ما ظبطهاش كويس. الحتت القرعه ديت اجي حارتها بعد كده والزر حلو، يبقى تلزر 100%. لان يبقى في اخطاء. هتلاقي مثلا الحته دي قرعه شويه ليه عاليه، بتشربش الا بالعافيه. نظبط كده بحيث ان انا في 9، في اخر 9 البرسيم بيتزرع من نص 9 لحد 15 11، بحيث ان انا في 9 ازرع برسيم. يبقى انا يبقى ارض قديمه تجيب بقى شغل حلو. هم بيصوروا ارض زي كده، دي كانت ب 69 من شهر واحد. صوروا ارض زي كده يقول لك بكام؟ ب 150. حط لك شويه، حط لك مثلا ليزر، قول 10,000، نزل لودر وليزر مع بعض فرموها، ها، وروح بقى عاملها وشكرتين كيماوي او سوبر، ويقول لك الفدان ب 150، وانت تبقى فرحان ان ده ب 150. ما تعمله انت، اصرف 10 15,000 هتعمله انت. ما هو المحلاوي بتاع زراعه، انا مش بتاع زراعه. انتوا عارفين، اللي متابعني، اللي متابع فيديوهاتي بقى له 4 5 سنين عارف انا مش بتاع زراعه. وهي الارض اهي. يبقى العرض بتاع رمضان هو بتاع العيد. طب العيد يا محمد امتى؟ بتاع العيد ده هينتهي 30/4. ليه؟ طب التعويم يا جماعه بعد العيد. الدوله قايله ان هي هتعوم في 4. في ناس بتقول لك التعويم ممكن يبقى 35%، ممكن يبقى 20%. التعويم لو 35% انا هزود 30%، لو 20% هزود 15%. طب يا محمد انت تعوم ليه؟ هي الاراضي هتعوم ليه؟ الاراضي يا جماعه الطاقه بتيجي مستورده، والمواسير من مصر بس خامتها مستورده، والجاز في بلدنا بيغلى، والبنايه اللي احنا بنبنيها في الارض، مبني اوضه في كل بير للعامل بتغلى، وكل حاجه بتغلى. يبقى الحاجه انا لما ابيع فدان ب 69 واجي اعمل تاني زيه هعمله ب 79. طيب اعمله اعمله ب 79 وابيعه لكم ب 69؟ يبقى ما ينفعش. يبقى انا لو حصل تعويم هغلي. طب يا محمد هي الاسعار السنه الجايه هتبقى اهدى من 24؟ ده 24 كانت مولعه. لا، انا ما طمنكوش، المفروض اطمنك. دايما النبي عليه الصلاه والسلام بيقول بشروا ولا تنفروا. بس انا بتكلم في حقائق. الحقائق ان الدوله قالت هتعمل السولار خلال، هترفع الدعم، يعني هترفع الدعم عن السولار او البنزين والحاجات دي 3 مرات في 25. 3 مرات في 25. لو الحاجات دي زادت كل حاجه بتزيد معاها. يبقى اللي هو ناوي يشتري ارض يجي بعد العيد على الفرافره ويشتري. طب بشتري من محمد؟ طز في محمد، سيبك بقى. انا بعت بما فيه الكفايه ومش عايز حد يشتري مني. اشتري من احسن مني.
خلاص اشتري اللي عايزه، اشتري عند المنافس بتاع المحل، اشتري على اللي بيقول لك المحل وحش. اهم شيء مصلحتك. تيجي بعد العيد تشتري ارض 69,000، تمن نص ايراد عندك في البلد، انت مجنون؟ عايز ايه؟ عايز اسعار تبقى ايه يعني؟ ب 69 جنيه؟ افهم العقل. بقول لك ب 69,000 جنيه بير وطاقه وديزل وتصليح وطرق ومواسير والاوضه اللي مبنيه قصص بال 69، يعني بتاخد بيها خدمات مش ببيع لك ارض. طيب يا محمد، هو في مصالح تانية غير ال 69؟ اه طبعا يا حبيبي. يا عم ما يبقى عليها فلوس للدوله. يا عم ده 35,000 جنيه كل سنه، 1000 ونص، 1560 بالظبط، عشان في ناس بتحب التفاصيل. ده يا محمد وانا ده ايجار يا ابني. هي ايجار لو انت مش زارع، اما بتزرع بيبقى 1560 من الملك. طيب انا هفضل ادفع ايجار؟ يا عم افهم عليا، انت بتدفع 1560 بتاخد قصادهم 9000 جنيه. الدوله بتديك 8 شكاير. الناس الفلاحين اللي قاعده دلوقتي شايفاني عارف، الشكاره النطرات ب 1100 والثانيه اللوريا ب 1120. انت بتاخدها من الدوله ب 270 على البطاقه الزراعيه. يبقى انت بتاخد 8 شكاير، 4 للزرع الشتوي و4 للزرع الصيفي. 8 شكاير تاخدهم بكام؟ تاخد الشكاره ب 270. انت لو زرعت اول زرعه وبعد كده تاخد الشكاير، انت الكسبان. ونمت في بالك او نايم في الفرافره، صايع هنا في الفرافره وقاعد على القهاوي، هيطلع لك بكل فدان 7000 جنيه. ليه بقى؟ الدعم. خدت الكيماوي وبيحته، يبقى عندك 10 فدانين في كل فدان 7000 جنيه، بيطلع لك 70,000 جنيه في السنه وانت صايع. ما بالك لو انت مشيت على اكل عيش؟ يبقى انت الارض دي ال1000 ونص اللي هتدفعها لها للدوله كل سنه بتاخد قصادها 9. يبقى انت تيجي تعمر، ما تنامش، ما تلعبش. ما نروح للصحراء؟ ما تروح يا عم، ما تولع بجد حرق عيني. مين يعمر بلدنا؟ روح كده. الامريكان بيخشوا بعرباتهم في الجزيره كده، يقعدوا ماشيين ويقعدوا عايشين هناك بالسنه، بالشهرين 3 معاهم اكلهم وشربهم. تعالى يا عم عمر في بلدك. ده التليفون ده فيه نت هنا في الارض، فيه شبكه، فيه نت، فيه بتاع اسمه ايه غير النت يا عمر؟ اسمه ايه؟ نور. مش انت يا ابني جايب طاقه مركب شمسيه طاقة وقاعد؟ شمسية مش انت قاعد انت ومراتك وعيالك هنا؟ قاعد أنا ومراتي وعيالي. ما هو ده واحد جه خد 5 فدان اهو. ده عمر ده ومن مصر الجديده، خواجه يعني، وقاعد في الارض وربنا رزقه. ربنا كرمك ولا لا يا ابني؟ حصل ها؟ تمام الحمد يبقى لله. دي واحد اهو ربنا رزقه. ما تشوف اكل عيشك. ما هي ده ارض المحله وحش. ما هي يا عم الحاج، سيبك من الكلام، خليك في الفعل. بص النبي عليه الصلاه والسلام، في ناس لحد دلوقتي بتقول عليه كذاب وكذا وكذا. خلاص الناس ما الله سبحانه وتعالى اللي هو بيرزقهم ما بيعبدوهوش. الله سبحانه وتعالى اللي هو بيكرمهم. كان في عالم اسمه الدكتور زغلول نجار، كان بيتكلم من 15 سنه، حضرت له خطبه في مسجد نور في العباسيه، بيقول البني ادم بياخد ب 15,000 جنيه مش عارف في الشهر باين اكسجين، اللي هو زي الانابيب يا عمر اللي بتشم دي. التنفس. مين شكر ربنا على نعمه الاكسجين دي؟ الناس ما بتشكرش. الناس، انت شوف حالك وتعالى شوف وضعك. الارض اهي 69,000، انا مش هتكلم تاني. هتيجي تبص تلاقي ب 89. ايه يا محمد؟ وانا مالي انا؟ واللي يغلى ده عليك انت مش علي انا. تعالى شوف حالك. ما شفتش حاجه؟ لما انا كنت ببيع من سنتين ونص ب 22,000. انت جاي تقول لي محمد المحلاوي بيغلي دلوقتي؟ لا هغلي وهغلي، كل ما تغلى هغلي عليك. خليك نايم هناك. ان شاء الله اللي قاعد هنا وبيسخر ويقول لك ده قاعدين في الصحراء وتعبانين وبيسخر مننا، ان شاء الله ده كده بعد 5 6 سنين مش هيلاقي فدان اقل من 2 مليون جنيه. وانا بقولها اهو. طبعا انا ما حدش يتصل بيا بقى في العيد واتس كده وخلاص خلوني عيد. انا هشتغل امتى؟ هشتغل 5 يوم العيد. نازل الفرافره امتى؟ ممكن تلاقيني ما قعدت ما روحتش. بس انا مش عايز اشتغل ولا عايز اتفسح يعني تعالوا لي كده يعني من 5 يوم العيد كده. خلاص، كل سنه وانتم طيبين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.